السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لسه ما جربتوش تحطوا الجلاش وهو مجمد وجايبينه من الفريزر تحطوه في المية المغلية؟ لا 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 لا، بجد الموضوع كبير جدا يا جماعة وفايتكم كتير. حطوا كده لفة الجلاش وهي مجمدة في المية المغلية وهيطلع معاكم اختراع بجد خطير. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا بطريقة سهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم وهي المية بتغلي كده هننزل بلفة الجلاش نسلقها في قلب المية المغلية. وعايزة اقول لكم الوصفة بتاعتنا دي هتطلع اختراع. بصوا بقى شكلها عامل ازاي دلوقتي. يلا بينا ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. اول حاجة معايا جبت لفة الجلاش وكانت متجمدة وكنت مستعجلة ومش عارفة اعمل ايه. رحت غالية شوية مية كده على النار، نص حلة كده فيها مية على النار، وابتديت احط فيها كده واكسر فيها الجلاش بتاعنا. بصوا كسريه بقى زي ما انت حابه، ممكن كمان لو سبتيه كده شويه هيبتدي ان هو يتفك معاكي. وطيت النار كده شويه وابتديت افكه كده بايديا مع البخار، ابتدى ان هو يفك معانا كده على طول بالشكل ده في قلب الميه. جبت بقى المعلقه وابتديت ان انا اقلبه، وكنت وطيت عليه النار، ما تكونش النار عاليه قوي عشان ما يبتديش ان هو يتحرق معانا. ابتديت بقى اقلبه لحد ما لقيت بعد كده لونه، بصوا بقى اتحول معانا كده زي كده ايه عجينه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا وانا بقلب كده تحس ان هو ايه مدي على العجينه كده شويه. حطيت عليه كوبايه من السكر ومعلقتين كمان من السمنه، وممكن تحطي زبده زي ما انت حابه. وابتديت احط كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وابتدي ان انا اقلبهم كده لحد ما يبتدي يغلي معانا، وهطفي عليه على طول. بعد كده جبته بقى عندي وابتديت ان انا احطه. ممكن في الخطوه دي تستخدمي الهاند بلندر، وممكن تحطيه في الخلاط بس يكون برد معانا. تبداي ان انت تحطي الخليط في الخلاط عشان نزود عليه بقيه الاضافات. حطيت عليه نص كده لتر من اللبن، واللبن معانا بيكون بارد، وبكده اللبن بيبرد لي الخليط بتاعنا عشان ابتدي انزل بالدقيق. حطيت عليهم كده بالشكل ده 3 بيضات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، بيكونوا 3 بيضات متوسطين ما بيكونوش كبار. وبحط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر وذره بسيطه من الملح. يا ريت بقى لو وصلتوا لحد هنا يلا حطوا لي لايك بقى وشير الفيديو كتير. دي بقى اضرب المكونات كده كويس بالشكل ده عشان كلها تتخلط كده مع بعضها. وزي ما قلت لكم ممكن تستخدموا الخليط ده كده تعملوه على طول في الخلاط بس يبرد معانا شويه. جبت بقى صينيه هنا كبيره عندي مربعه مدوره اي حاجه، ابتديت ادهنها ماده دهنيه، ورحت بقى ايه منزله كده عليها الخليط. نزلت بقى الخليط، وفي الوقت ده كنت كده ابتديت ان انا اشغل الفرن عشان ادخلها الفرن. دخلتها بقى الفرن كده على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. قعدت معايا بالظبط ساعة الا ربع. وبعد الساعة الا ربع رحت مولعة عليها الشواية لمدة 10 دقايق. وادي بقى شكلها، بصوا بقى الجمال والحلاوة. ادي شكلها، مين يصدق ان ده كده جلاش معمول او حاطينه في قلب المية وسلقينه كمان؟ محدش هيصدق الموضوع ده. بصوا حاجة كده، بصوا بتدوب في البق وطعمها خطير. عارفين شبه كده العزيزية، شبه كده كأنكم عاملين رز بلبن او مهلبية وحاطينها في الفرن. حاجة كده حلوة واختراع، وطعمها بجد بجد كان خطير. طبعا دي كانت عايزة كمان تتماسك، لو انا كنت سبتها اكتر من كده كانت تماسكت معانا وبقت كمان فظيعة. دخلتها بقى بعد كده بعد ما وريتها لكم كده بالشكل ده التلاجة، وكلناها بقى وكان طعمها حلو جدا جدا، كريمي بقى كده وطعمها كده بصوا دايب قوي. جربوا الوصفة وجربوا كده الجلاش تسلقوه في المية زي ما انا عملت، وقولوا لي رأيكم ايه. كنت معاكم مية امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب مع حبايبكم متجمعين.